قال نادي ريال مدريد إن نجمه كريستيانو رونالدو تدرب منفردا الخميس بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق في نهائي كأس العالم للأندية. وقال النادي أن رونالدو تدرب بالكرة على انفراد بعد اكتفائه بالتمرن في الصالة يومي الثلاثاء والأربعاء. وكان النجم البرتغالي قد تلقى علاجا مكثفا بعد إصابته في نهائي كأس العالم للأندية أمام جريميو البرازيلي، ومن المنتظر أن يخوض مباراة الكلاسيكو هذا السبت. أكد توني كروس لاعب ريال مدريد أن برشلونة يقدم موسما جيدا رغم أن الدوري لم يحسم بعد وما يزال طويلا. وأضاف اللاعب الألماني أن التواصل مع المدرب زين الدين زيدان أمر سهل وأنه مدرب يمنح الرغبة في اللعب. وضع برشلونة الآن مستقر نسبيا، وهم يملكون الحظ بأنهم لم يخسروا أي مباراة. لم يكونوا سيئين في المباريات التي لعبناها نحن وخسرنا فيها النقاط. فريق برشلونة يتقدم علينا ب8 نقاط، وهذا ما يعني أنهم يقدمون موسما جيدا لحد الآن. لكن رغم ذلك فالدوري ما زال طويلا. نتفاهم جيدا مع المدرب زين الدين زيدان في الكثير من الأشياء، لدرجة أنه إذا أردنا تفسيرا حول حالة ما نتحدث معه مباشرة. الأمر بسيط جدا. زيدان يمنحك الرغبة في أن تتكلم وفي أن تلعب، فشخصيته الكروية تخوله ذلك بغض النظر عن كونه مدربا، وهذا ما يجعل أمر التفاهم معه بسيطا وممتعا. بالطبع زيدان كان يلعب دوره في الميدان كما أفعل أنا الآن، لهذا أدرك ما يقوله لي، ويدرك هو أنه يستطيع الاعتماد علي في غالب الأوقات.